السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل لكم صينية رقاق باللحمة المفرومة، وزي ما انتوا شايفين كده الرقاق طري مش ناشف، رقاق طري وجميل وزي العسل. هنجيب معانا طاسة على النار ونحط فيها 3 معالق سمنة، وننزل فيها 3 بصلات خرطهم خرط ناعم زي ما انتوا شايفين كده. نزلنا البصل هنقلبه بقى لغاية ما يدبل معانا. نقلب فيه ندبله كده بالراحة واحدة واحدة. وده جزء من اللحمة المفرومة ولسه بجهز الباقي. نقلبها في البصل زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين اللحمة اهي خلصناها كلها وجهزناها وحطيناها على البصل وبنقلبها. بعد البصل ما دبل نزلنا اللحمة وحطينا البهارات بتاعتنا اللي هي معلقة صغيرة فلفل اسود وكزبرة وكمون وملح. نقلب التوابل بتاعتنا ونهدي عليها بقى على النار. ما شاء الله زي ما شفتوا. كنت ناسي احط بابريكا فحطيت معلقة بابريكا. شفتوا الرقاقة بتتلم في ايدي وتتفرد ازاي؟ رق طري وجميل ورقيق زي ما انتوا شايفين كده، زيه زي العيش السوري. طبعا الصينيه قبل ما نحط فيها الرقاق دهناها ماده دهنيه، زيت او سمنه زي ما تحبي. نرص الرقاق كده ونظبطه. حلاوه الرقاق بقى الطريه، تقطعي الرقاق نصين، تقطعي تكملي الصينيه وتظبطي، غير الناشفه زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا بقى ايه الحاجه السحريه اللي بتخلي الرقاق ده عسل، بتخليه فطير مشلتت مش رقاق، وهي ايه؟ القشطه البلدي بتاعتنا. طبعا جبت حوالي 5-6 معالق قشطه كده وحطيتهم على النار كده فكوا شويه. وزي ما انتوا شايفين كده ايه بدهن بالفرشه بين كل رق ورق، بدهن قشطه. في ناس بقى بتدهن سمنه، ناس بتدهن زيت، اللي يحب حاجه يعملها، بس هي حلاوتها يا اما بالقشطه يا بالسمنه البلدي. وارص الصينيه كده واظبطها كده زي ما انتوا شايفين براحتكم. الصينيه انا بحط فيها 3 رقات، وبعد كده بحط اللحمه المفرومه واعمل 3 رقات تاني، ما بكترش عن كده عشان يبقى مورق ورقيق وجميل. ده انتهى. هنزل بالرق التالت. واللحمه بتاعتنا شوفي جميله ازاي، والبابريكا اللي حطيناها مخليه لونها احمر وجميل. نفرد اللحمه بتاعتنا على الرقاق. لحمه ريحتها جميله، لحمه بلدي وجميله. ننزل تاني بالرقاق الطري عليها. ترص الصينيه بتاعتك وتداري اللحمه كده وما تخليهاش تيجي ناحيه الحروف عشان ما تحرقش. خلصنا وجبنا السكينه وقطعناه زي ما انتوا شايفين. انا لازم اقطعه قبل ما يخش الفرن. ومعانا مجين لبن في الكوبايه الكبيره اللي انتوا شايفينها دي، وحاطين عليهم بيضه. مجين لبن وضرب عليهم بيضه ونص معلقه فلفل اسود ونص معلقه ملح، وبس بيهم الرقاق. وبدخله الفرن بقى ايه بعد ما اسقيه كده واظبطه. زي ما انتوا شايفين الرقاق متقطع ومجين لبن وعليهم بيضه وشويه فلفل اسود وشويه ملح، ودخلناه الفرن. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم اللايك الجميل بتاعكم كده والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. وادي الرقاق الجميل بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله زي ما قلت لكم كده تقولوا عليه فطير. بصوا هو سخن على ايدي شويه، بصوا الرقاق بسم الله ما شاء الله جميل وزي العسل زي ما شفتوا كده. وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي. الرقاق ده خبيز ايديا وحياة عينيا، ولو عايزين الطريقه اكتبولي في التعليقات.